اليوم راح ألعب باكاب برج الظرف، ولكن إذا طحت راح أقول مواقف محرجة صارت ويانا أو أسراري. فقبل ما تنفيذ لا تنسون تحطون لايك وشير سبسكرايب على زر الجرس حتى تصلكم كل جديد. بس يلا ليتس جو. اشتري معها هذا الضرب، بس ان شاء الله ما اطيحن حتى يعني ما اقول سمع سؤال او ما حتى. خلينا نختار شخصية لان شخصيتي اصلا مو حلوة. نختار صراحة كلين كرنجيات، بس انا محتار بين هذا وهذا. احس اختار هذا لان كلش حلو. الله يلا خلينا نبدأ. فراح اغش وراح من هنا. اوكي والله عبالي طاحت يا جماعة. اوكي خلينا نخلص الصوت لان يعني الصوت كبير ما اريد. دقيقة يا جماعة نصي لان الصوت عالي وما احب يعني هيك اصوات لان تخرب الفيديو. لا عن بداية هيجي. اوكي راح اقول لكم موقف محرج صار وياي. طبعا يا جماعة هو الموقف يعني جماعي انا بنات عمتي، فاحنا كنا بالموكب. اوكي وكم الموكب مقسوم نصين، اللي هو قسم للنساء وقسم للرجال. فاحنا كنا بالقسم مالت النساء. وطبعا الموكب كان يعني موكبنا، وكنا طالعين يعني بالطارمة، وكانت الطارمة يعني ما بيها باب يعني حتى نطلع منه، لا كان اكو بردة. فأنا بنات عمتي الساعة ب12 هيج. فشنو كنا نسولف الصوت اني وبنت عمتي رقية كبيرة وبنت عمتي فدك بنت عمتي تالي. كنا نسولف وكانت اكو وحدة ويانا اسمها جنة، طبعا هاي من قرايبنا يعني. فكنا نسولف صوت عالي. فشنو اجانا عمي شنو صار بينا الصوت كان الزبور يقدر يناظر. واحنا من الخوف شردنا والله العظيم. ايوه هو قال انه عظيم بنات عمتي شنو قوم الطارين. وهاي بقصافنا يعني سنة وسعت والدور انا رحت وياهم ركضت. وهاي من جنات اللي من قرايبنا طب الجبل القاعة. واحنا رحنا للطارمة الداخلية متنا ضحك والله العظيم. هذا الموقف كل ما اتذكره يصير وجهي احمر. اوكي يا جماعة الحمد لله حسه ما طحت يعني عاد ما اقول. طبعا انا يعني بس المحترفين يلعبون هاي المواضيع. انا محترفة ما شاء الله يا جماعة. انا كنت اسولف فما ادري اذا طحت او لا، ما ادري ايش مدريني والله. زين باقي شوية. لا عاد هاي حسنا راح تطيحني. خلينا نشوف. ما هي خلينا نروح. انا اكره الشيء اللي من هنا ادوس اشوفه اختفي. فيا جماعة راح اقول بنت عمتي مبروك لانها وصلت 10 مشتركين واخيرا. طبعا هي فتح قناة قبلي، لا هي وراي. انا جيت فتح قناة من سنة 2025 وهي بدأت يعني قبل ما تخلص 2026 ب5 أشهر. وهي وصلت ما شاء الله. واني لازقة ب33 مشترك. خير يلا وصلوني 100 عشان ابقى على القديم ما يصير. لا اخاف اوقع. طحت. خير شنو اقول من موقف. خير طحت مرة
ثانية. بسم الله ما أعرف وين جيت. أوكي أقول شنو يا آسف. ها يا جماعة، طبعا هذا مو صوتي الحقيقي، هذا صوتي أنا أعدل عليه، بس هو أصلا ما أدري إذا هو مبين عندكم صوتي الحقيقي، ما أدري. أنا كل ما أشوف الفيديو يقول شوية يشبه صوتي الحقيقي، بس هذا صوتي أنا أعدله، يعني أخاف أنتم تصدقون إن هذا صوتي الحقيقي أو لا. تمام. بس بعد واحدة ثانية، إذا طحت مرة ثانية بعد شنو؟ لا استني خير. شحكي احكي موقف محرج. خير طحت 4 مرات. انا اقول لكم الموقف. كنت بالمدرسة اني وصديقاتي. لا بسم الله بديت اطيح. فكنا بالمدرسة، فاحنا بالمدرسة كنا ماخذينه اضافي. شنو اضافي؟ تقول بسم الله شنو اضافي؟ اضافي اللي هو يعني ناخذ طبعا احنا مدرستنا هاي ما كانت اصلا مدرستنا، لا هي كانت مدرسة مال هيجي مال ليش انا صفنت يعني مال الناس، فاحنا خذيناها. وكان اسم المدرسة يعني هدي كنا نداوم يعني 2 ظهري وصبحي، فكان هم المدرسة الثانية دوامهم صبحي واحنا كنا دوامنا الظهري. فالمعلمة الرياضيات خذتنا اضافي لان كان نص سنة وتشرح لنا، فاحنا كنا هناك. خاب فشنو اجت وقت الفرصة وشنو هذا. لا يعني هم كانوا يردون يروحون البيت، فشنو البنات صار هوسة ويدقون على الباب علينا. كان يعني كان ويانا بنفس المدرسة بس بعدين افترق. تمام. فالطالبات شنو جمعنا تصيح عليهم وتقول لي كحف يا عمي سططونا نريد ندرس. والله العظيم بكميات ايش قد ما تتخيلون. بعدين هيك وحدة قالت ست سميني على زهرة، ودار هي قالت المعلم ان شاء الله اسمع عليه، بس هسه هي مو مداومة. فهذا موقف ما ادري ايش حكيته اصلا، هو لا موقف محرج ولا سر. خير وقعت المرة المليون يعني ايش احكي ما ادري، هو بس ذاك الموقف. خلينا يا جماعة نوقف النهاية يعني السلسلة، يعني بدال مواقف محرجة احكيكم قصص. اي قصص احكي لكم؟ رعب ما ندري. دقيقة يا جماعة صدق شو احكي لكم يعني. خلينا نحكي قصص. خير هذا جماعة ترى هذا من الساعة شنو. خير والله احنا نجرب شنو هذا. يا جماعة عايد اهرب. خير خليني اقول لكم قصص. احكي قصص من عندي. يا جماعة موقف يعني قصة مرعبة صارت ويانا انا بنات عمتي بالموقف، بس كانت يعني سنة 2024. فكنا بالموقف الساعة تقريبا لحظة يعني حافظة الساعة 9 بالليل. فاحنا كنا طالعين بالطارمة الخارجية، فكنا نسولف.
وشاركوا هيك خيال أسود يعني على نهاية الطارمة، يعني على نهاية الطارمة الداخلية. فشنو احنا شفنا هيك يعني كنا جاي يسجد، يعني كنا خيال يعني جاي يسجد، تخيل يعني خيال يسجد. فشنو احنا وبنات عمتي ترعبنا حرفيا، وقلنا بسم الله. طبعا احنا كانت اعمارنا يعني تحت ال 11، يعني كنا ما نفتهم شنو جاي يصير. فشنو بنت عمتي الكبيرة شنو هي طلعت في المذبح، يعني كانوا باب على نهاية الطامة الداخلية. هو وصل الباب مات الغرفة مات النساء اللي يشتغلون بالمطبخ، تمام. فشنو بنت عمتي شنو طلعت جاي تركض، واحنا شنو صيحنا والله العظيم، صوتي ودر قالنا ها شنو صاير، شكو صاير ودر احنا قلنا شاركوا خيال هجي كنا جاي يسجد او يصلي. فهي قالت تضحك، واحنا قلنا لها شنو جاي ودر هي قالت لنا ترى هي علاقة مع الملابس هنا انا شاري. بس يا جماعة شوفوا صار هاي، اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك، بس باي. زودوا هجي سلاسل باي. بسم الله شنو هذا